ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب المعصية، وأن لا يتدرج به الشيطان، لأن الإنسان قد ييسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه، ثم ينهمك حتى يقع في المحذور. فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية. ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منها. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيرا لا نظير له فيما نعلم. كان مملوكا لعزيز مصر، وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز، وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حتى وصل إلى شغاف القلب، يعني قاعد القلب، حب هذا الرجل، وعجزت تصبر. في يوم من الأيام سوت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل الفاحشة، فدعته وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب أقلها 3، في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة، والأبواب مغلقة وليس عندها أحد. فدعته لنفسها وتوعدته أنه إن لم يفعل سجنته وأهانته. قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. فدعا ربه وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا تظنوا أن الجمع يعني أن مع المرأة أحدا، لكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنته ربما يفتنه غيرها، فأراد أن يكون دعاؤه عاما، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يوسف عليه الصلاة والسلام هيأت له أسباب المعصية، عجيب، نعم، بل أكثر من ذلك، هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل، وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر أي مانع سوى خوف الله عز وجل، بالغيب ولا بالشهادة؟ عجيب، بالغيب، لأنه ما عنده أحد. لو عنده أحد قال إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان. فالمهم انتبه لنفسك، سواء في البيع أو الشراء أو في أي شيء، انتبه لنفسك.